هاي ماي جلوز، عاملين ايه؟ تعالوا اما اوريكم اوضتي وازاي قدرت اغيرها عشان احبها او اقدر اقعد فيها، لان أنا بجد في الاول كنت حاسه ان اوضتي عاديه زي اوضه اي حد، وانا كنت عايزاها تبقى اوضه برنسس، تبقى اوضه ملكه كده، احس ان انا ملكه في اوضتي. فعايزه اقول لكم ازاي غيرتها، وده هيبقى اسرع فيديو عملته لاني هتكلم بسرعه جدا عشان نخلص عشان تقدروا تتفرجوا على الفيديو. مبدئيا انا اول حاجه عملتها رحت المطبعه، طبعت على فكره ده انا وصحابي ومامي وصاحبه مامتي وصاحبه صاحبتي، ودي انا برضو انا بعت الحاجات دي لشات جي بي تي وقلت له اعملها لي كانمي، وهو عملها لي صوري كانمي، فانتوا ممكن تبعتوهم كمان لشات جي بي تي. دي الفيجن بورد ودي امنياتي في الحياه الزنزبار وكده. هنا دي شكلها ما كانش عاجبني فقمت حاطه واحده هنا واحده هنا، فبقتش حاسه بشكلها، حسيت شكلها حلو عادي جدا. وهنا حطيت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وهنا كمان ادعية كتير او ايات من الصور كتير، وهنا سكين كير مي تايم وهكذا. وفوق هنا كارما اسمي، فحابه المكان هنا جدا. كمان حاطه هنا شهاده تقدير لاكتر بنت ناجحه في الدنيا، اكتر بنوته ناجحه، وكارما اسمي. وهنا رمضان كريم ورسومات للبحر وعيد مبارك واكتر حاجات انا بحبها. وكمان ورا هنا حاطه المود تراكرز بتاعتي. وفي المكتب زي ما شايفين كده عشان احب المكتب واحب المذاكره حتى ده. انتوا كمان تقدروا تعملوا كده، تنزلوا المكتبه وتدخلوا على بينترست الاول قبل ما تنزلوا المكتبه، تختاروا الصور اللي عايزينها وتبعتوها للمكتبه، وتبعتوها للمكتبه زي ما قلت لكم، وتطبعوها الوان او مش الوان. انا في معظمهم طبعهم الوان ومعظمهم لا. ساعتها هتحسوا ان انتوا حابين اوضتكم دي، انتوا ممكن تعملوها بالورق او مش لازم، هي ممكن تعملوها كورقة كده، تدوروا على اسمكم في بينترست. انا اسمي معناه الحظ في امريكا، فعشان كده كان سهل قوي ان انا الاقي كارما مرتين مش مرة واحدة. مبدئيا في الاول مكان المكتب مكانش عاجبني لانه كان زي اي مكتب محطوط كده والكرسي محطوط عليه، وكان عادي جدا ومكانش في المكان ده، كان كده، فكان زي اي اوضه ومكانش عاجبني كده. انا كنت عايزه الاوضه بتاعتي كانت تبقى برنسس، الأوضة بتبقى للبرنسس كده، فعايزاها تبقى فيها حاجات كتير مش في أي أوضة. فحتى هنا ده عشان أحط فيه حاجتي، هو فاضي عشان نقلة كل البلد عشان شغلانة كل عيد بننقل. وهنا حاطة حاجة الدراسة والجورنال والكراسات اللي عندي كلها والألوان والحاجات اللي زي كده، وكلهم هنا ورا السرير، في حاجة مش معتادة وحاسة ان انا ليا مكاني الخاص اللي محدش يعرفه لو دخل الأوضة. وعشان حاجتي كتير واخدة دي ورا الدولاب، والمراية بتاعتي فوق عشان اعرف براحتي ابص في المراية او اطلع حاجتي من هنا. وبكده اكون حبيت اوضتي وبحب انام فيها.